إخوان، حياكم الله. جمعة مباركة من مدينة كيبيك في الصباح الباكر. الإخوان، يعني كما العادة نعود إلى موضوع الهجرة ونتطرق إليه، يعني مع القرار الأخير اللي دارت يعني الحكومة ديال كيبيك، واللي هو كان قرار صراحة يعني نزل كالصاعقة، خاصة على الناس اللي كانت عندهم آمال، سيرتو لي زيتيديون ولي ترافايور ترونجور طومبورير، يعني الناس اللي كانت تجي مؤقتة، ولا لي زيتيديون الطلبة ولا الطالبات اللي يعني عندهم هدف يجيو يقراو واحد العامين حتى ياخدو لي ديبلوم ديالهم ويخرجوا للمارشي دو طرافاي. ابخي تيتونجاجاو في واحد البروغرام اللي يعني كيدفعوا فيه وكياخدو لا ريزيدونس. دونك الحكومة بين ليلة وضحاها يعني عطات للناس وعود، وهذا وعد كان يباع ان الناس غادي يجيو غادي يخدموا وغادي يقراو، وابخي صار يعني عندهم الحق انهم يولجوا واحد البروغرام باش يدفعوا الغيزون بيرمانون باش ياخذوها. دونك فبين ليلة وضحاها تخرج يعني الحكومة ديال كيبيك وتقول ان هذا البروغرام سي فيني، اغلق والى الابد والى الابد. يعني ما كاينش زعما واحد المده، ولا يعني هذا البروغرام سديناه وسالينا بسلامه. يعني كاباسيتي داكاي ديالهم قال ليك ما بقاش تقدر تهز اكثر من هذا الشيء اللي هي هزه. ومن الاضافه اللي داروا في هذه القوانين ان قال لك ابتداء 2026 2027 2028، يعني حتى لافان ديال 2029 الحكومه غتهز 45,000 مترشح اللي عندهم سيسكي، يعني الناس اللي ديجا دفعوا وخداو السيسكي ديال كيبيك. هادو هما اللي يعني راهم الان غادي تهزوا في هاد 3 سنين القادمه. اما الناس اللي باقا ما دفعاتش وباقا ما كملاتش وباقا فهادو لا اعلم يعني ماذا شنو هو المصير ديالهم، شنو غادي يكون، يعني مصير مجهول. الناس اللي خدات السيسكي واللي قبلات يعني كيبيك باش راح تريع عندها هما اللي غادي يعني في هاد 3 سنين القادمه كل عام غادي تسيليكسيونا 45,000 مرشح ومرشحه، هما اللي غادي يتهزوا باش تعطاهم لا ريزون بيرمانون. اذا فينا هما هاد الناس اللي يلاه جايين واللي يلاه شوف شحال حطوا ديال الفلوس باش يجيو يقراو، وفينا هما هاد الناس اللي خلاو الوظائف ديالهم. كاين اللي خلى 10,000 درهم، كاين اللي خلى 12,000 درهم، كاين اللي خلى 11,000 درهم، وكاين اللي كان يعني رجل تعليم، رجل صحة، كاين اللي كان انفيرميير، كاين اللي كان مهندس، كاين اللي كان خدام في شركة كبرى، كاين اللي كان سالك يعني شرطي. بزاف ديال الناس اللي كنسمعوا يعني تخلاو على وظائف ماشي راها سهله باش تكون عندك في المغرب، وملي تيلحقوا لهنايا تيتونكاجاو يعني بيرمي دو طرافاي فيرمي، اللي هو تيقول بلي عندك واحد العامين وخصك تمشي بحالاتك الا ما صدقتوش غير اللي يجدد ليك. يعني الناس تقدم على انتحار. انا هاد الفيديو درتو خصيصا للناس اللي خدامه في المغرب وكتجيب بيرمي فيرمي. يعني ما هذا الخطأ القاتل الذي ترتكبه في حياتك؟ يعني كنت آمنا مستقرا في بلدك، يعني تتربح واحد الصالير اللي ماشي سهل ديال 8,000 درهم ولا 10,000 درهم ولا 11,000 درهم، حتى غتونجاجا في واحد البروغرام ديال لي طومبورير اللي يعني تيقول لك عامين وخصك تخوي في حالاتك. انت تقدم على انتحار. هذا راه انتحار، راه ماشي بالسهله الاخوان باش واحد يخلي خدمته ويخلي صالير ديالو ويهز وليداتو. كاين اللي عنده يعني 3 الوليدات، وكاين اللي عنده 4، وكاين اللي عنده 2، ويجيبهم ويجي والناس يعني تباع ليها الوهم، يعني تهاجر بقلبها وبعقلها وكأن الإنسان يعني جاي لجنة الخلد. ليس هكذا يتصور، ليس كما يتصور لكم.
كندا ليست بذاك التصور اللي تتسمع. وماشي الا لحقتي لهنا وخديتي يعني مثلا حتى الوراق وتكرفتي وكذا صافي راك صبحتي بخير وراك غتعيش في امن وامان وراه ما كاينش لو ستريس ولا بالعكس، راك تتونجاجا في واحد الدولة اللي فيها الضغط اكثر من بلدك، وراك غادي تجي تخدم في واحد لو سيرفيس ولا يعني في واحد الوظيفة سيرتو ملي تكون طومبورير ستعيش الضغط الذي لم تراه في حياتك. سيرتو الناس اللي كانت موظفة، لأن تنهضر على الناس اللي كتخلي المناصب وكتجي. أما الناس يعني اللي عمر يحتيضوا مثلا سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في مصر سواء في تونس، ما عنده لا وظيفة لا حتى شي حاجة، يعني جاتو فرصة ديال أنه يجي وجا، هذاك راه ماشي مشكل، لان هذاك حتى الا قدر الله كان حتى انه يرجع لبلادو ما تيهمش، غادي يرجع لحياته العاديه وغيبدا يقلب على خدمه كيف ما كان تيخدم وغادي يعيش عادي. ما غاديش يكون واحد الاثار يعني نفسي وجانبي مؤثر على صحته وعلى عقله. من الناس اللي كتخلي الوظائف وكتهز ولادها وكتجي وتيقول لك نحن نبحث عن التغيير وبغينا يعني جو أجمل من الجو الذي كنا فيه وكذا. يا أخي بما أنك تجيب هذا البروغرام ديال لي ترافايور كالي بيرمي فيرمي، أشنو هو بيرمي فيرمي؟ بيرمي فيرمي عقد عمل كيربطك بواحد المشغل اللي يعني تتبقى دائما مربوط بهذا المشغل، ما تقدرش تمشي تخدم في شي جهه اخرى، تيبقى هذا المشغل عارف الشروط ديالو عليك ينفذها عليك، تصبح عبد بالعربيه عربيه، راك عبد بحال راك بعتي راسك عامين وانت بيع راسك وما تقدرش تفوت عليه لانك محتاج يجدد لك من بعد هاد العامين. اذا راك بعتي راسك 3 سنين ولا اكثر. وكاين الانسان اللي ما تيرضاش وكذا، راك غادي تصبح يعني تقدر تخدم مع واحد هنايا اللي العالم الله شنو بغى يسمعك والعالم الله شنو بغى يقول لك، وانت جاي على بالك انك جاي لواحد الدوله متقدمه وفيها الناس يعني متحضرة وفيها الناس قارية، فإذا بك ستنصدم في واقع والله لم تكن رأيته حتى في الحلم في بلدك، وتولي تتمنى هذيك الخدمة فين كنتي، يا ريت تولي تقول يا ريت هذه الفكرة ديال كندا ما جاءت على رأسي وما رأيتها وما يعني دخلت لا عقلي ولا وجداني. والناس سبحان الله تعلقت بالدنيا، يعني أصبحت الناس لا تهمها الآخرة، يعني الناس تتقلب على الحياة، باغي يسكن مزيان، باغي يلبس مزيان، باغي يكون عنده الفلوس مزيان، باغي يعيش مزيان. الراحة ليست في أنك تسكن مزيان وتلبس مزيان وتاكل مزيان وتعيش مزيان، والله الراحة راه نفسية داخلية. شوف الله تبارك وتعالى واش رزقك القناعة داخليا، واش عندك هذيك القناعة الداخلية، واش عندك الروحانية التي تبحث عنها الأمة الإسلامية كلها اليوم، ونسأل الله السلامة والعافية. يعني قليل، يعني القليل من يلتمس هذا ويجده، والله الذي لا رب سواه. لو جئت إلى كندا، لو كنت في كندا، لو كنت في أمريكا، لو كنت في أستراليا، لو كنت في بريطانيا، الراحة ليست أنك في كندا أو أنك في بريطانيا، الراحة هي داخلية. واش عندك القناعة الداخلية؟ راه الناس أصبحت يعني لا ترى، يعني إنسان يرى ولا يرى، يعني إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. راه إلا ما كانش القلب سليم وعندك سلامة الصدر راه عينك لن تشبع. لنكن حذرين، وهذه ليست جنة الأرض، وليس ماشي هناك يعني فصل ربيع هو فصل ربيع وهناك ثلوج وهناك كذا وكذا وبعض الخيرات التي يعني رزقها الله، هذه ليست إلا زينة الحياة الدنيا، يعني شيء قليل. والله ما هو وعد للمسلمين وما هو يعني يتوعدهم ويعني وعدهم الله به، والله لو يا ليت قومي يعلمون. الناس تصبح يعني تتبيع الضمائر ديالها
تتبيع راسها يعني من أجل أنها تحصل واحد الكارت ريزيدون بيرمانو. شنو هي هاد ريزيدون بيرمانو كاع؟ ماذا تخول لك؟ وهاد السيطوينتي كاع ماذا تخول لك؟ هل تخول لك الخلود؟ إلا جيتي لكندا هل ستخلد؟ يعني ستعيش أبدا؟ ستموت، حتى هنا ستموت. غير هنايا يعني كثرت الشهوات وكثرت الملاهي وكثرت الملذات، الناس نسيت الموت وأصبحت يعني لا ترى إلا الحياة. فهذه الرسالة هي رسالة يوم الجمعة باش الناس توعى، لأن يعني والله سمعت أحد الإخوة يحكي بعض القصص، وناس أتوا يعني ويعني هاجروا بقلوبهم وبوجدانهم، وبعدها يعني هناك من مات بسكتة قلبية. يعني سمعت أخي يتحدث في أحد الأشرطة، يعني تعرف جوج ديال الإخوة من الجزائر، هاد الإخوة يعني جاءوا تركوا أبناءهم وجاءوا يعني من أجل حلم وهدف، وبما أن الخبر أتاهم يعني خرجت لهم لا ريزيدونس، من بعدها يعني بأسبوع أو أسبوعين توفي الشخص الأول هنا وتوفي الشخص الثاني في هذا البلد. إذن ها هو جاي هاجر مسكين يعني بعقله بوجدانه وعنده آمال وعنده جا وحصل هاد ريزيدونس، فمن بعدها يعني مات. يعني الإنسان يخليش الدنيا أنها تاخدو كامل، يكون يعني كما تنقولوا وسطي، يوازن بين الحياة وبين الآخرة. هذه تظل دنيا وفانية ولها نهاية مهما كانت جمالية هذه الأرض ومهما كان ما فيها. دونك الرسالة هي موجهة للناس يعني اللي كتبغي تقدم على القدوم إلى كندا، حذاري وحذاري الناس اللي خدامة في بلادها، الناس اللي يعني لديها وظائف يعني مثبتة، حذاري أن تقحم أو أن تأتي في هذا البرنامج، ألا وهو برنامج يعني لي ترافايور كاليفي طومبورير أو لي بيرمي أوفير. كن حذرا يا أخ الإسلام. الناس اللي كتفكر تجي لكندا وتجي لكندا، رسالتي الوحيدة لكم إلا ما راكش تدخل ريزيدون بيرمانو ما عندك ما تجي دير، يعني ما تخليش لا تدع من قيمتك تسقط يعني بين أرجل أو أيدي أحد يسوى حتى حاجة، يصبح حتى هو يسب فيك ولا يصبح يعني إنسان. يعني صراحة نحن العرب قاسونا على بعضنا البعض، سبحان الله، كما نقولوا حقارة، فينا الظلم، الله يعافينا جميعا. يعني ظلامة، يعني إذا تمكن منك شخصا والله لن يرحمك، كأنك بين يدي العدو. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه هي رسالتي في يوم الجمعة، وحياكم الله، وقد وصلنا إلى الوجهة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.